هل سيربط جسر طارق بن زياد أفريقيا بأوروبا؟ الحقائق التي لا تعرفها عن المعجزة الهندسية بين المغرب وإسبانيا. الخلفية التاريخية: مشروع عمره نصف قرن، يعود حلم ربط المغرب بإسبانيا عبر مضيق جبل طارق إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما وقع العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني والملك الإسباني خوان كارلوس الأول اتفاقية لدراسة مشروع نفق أو جسر يربط القارتين الأفريقية والأوروبية. ركزت الدراسات المبكرة على نفق سكك حديدية بطول 28 كيلومترا تحت البحر، لكن عمق المضيق الذي يصل إلى 300 متر مقارنة ب 75 مترا لنفق المانش جعل التنفيذ أكثر تعقيدا. التفاصيل الفنية: بين النفق العائم والجسر المعلق تشير الدراسات إلى أن المشروع قد يتخذ أحد الشكلين: 1. نفق سكك حديدية يبنى على عمق 300 متر مع تصميم أنفاق مغمورة أو محفورة بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليار يورو. الجسر الثاني: اقترح مهندسون أمريكيون عام 2007 تصميم جسر بارتفاع 900 متر، لكن الفكرة ألغيت بسبب التيارات البحرية القوية وحركة السفن الكثيفة. الأهمية الاستراتيجية: بوابة أوروبا إلى أفريقيا، يعتبر المضيق أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث يعبره 20% من التجارة الدولية وأكثر من 100 ألف سفينة سنوياً. ومن المتوقع أن يعزز المشروع التكامل الاقتصادي عبر تسريع نقل البضائع بين أوروبا وأفريقيا، خاصة مع مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري. الأمن الإقليمي عبر تعاون مغربي إسباني في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات. التطورات الحديثة: إحياء المشروع في ظل تحالف جديد. شهد المشروع دفعة سياسية بعد تحسن العلاقات المغربية الإسبانية عام 2023 إثر دعم مدريد لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء. كما أعلنت الدولتان عن استئناف الدراسات الفنية بدعم محتمل من الاتحاد الأوروبي، الذي يرى في المشروع فرصة لتعزيز نفوذه في أفريقيا. التحديات المتبقية: من الجيولوجيا إلى السياسة. 1. التمويل: يحتاج المشروع إلى استثمارات ضخمة، ولم يحسم بعد دور الاتحاد الأوروبي أو القطاع الخاص. التنافس الجيوسياسي: تثير الخطط البريطانية لربط جبل طارق المستعمرة البريطانية بطنجة مخاوف إسبانية من فقدان النفوذ. التكنولوجيا: لا توجد تقنيات مجربة لبناء أنفاق تحت أعماق تصل إلى 900 متر في مناطق زلزالية نشطة. الرمزية الثقافية: عودة طارق بن زياد. لا يقتصر المشروع على الجانب الاقتصادي، فاسم طارق بن زياد القائد الأمازيغي المغربي الذي فتح الأندلس عام 711 ميلادي يحمل دلالات تاريخية عميقة. ينظر إلى الجسر كجسر بين تراثين: إسلامي أفريقي وأوروبي مسيحي، في محاولة لرد الاعتبار رمزيا لمحاكم التفتيش التي طردت المسلمين من إسبانيا. هل يكتب للحلم أن يتحقق؟ رغم العقبات، يبدو المشروع أقرب إلى الواقع اليوم مع توافق المصالح الأوروبية الأفريقية. فبينما يتوقع أن يبدأ العمل فيه بحلول 2030، تبقى الإرادة السياسية والتكنولوجيا هما المفتاح. وإذا نجح فسيكون إنجازاً هندسياً يضاهي أهرامات الجيزة.